لك إياه سنن أبي داود، هذا جايبه في باب السجود. هذا اللي راح نقول لك إياه من سنن أبي داود في باب السجود. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله جلوسا إذ أقبل بعير يرغو، اجفت بعير يركض الأهفان وكذا وشي، فوصل إلى قرب رسول الله فضرب بجيرانه الأرض وسجد. قلنا أنسجد لك يا رسول الله كما سجد البعير؟ بعران الأوادم افتهموا أنه هذا البعير الحيوان سجد، وهذا استأذن النبي حتى سجد. على أي حال غرضنا؟ قال لا، ما أريد منكم السجود، أريد منكم الطاعة، سمعون كلام. ثم قال فلان شوف هذا البعير يشكو من صاحبه، يقول أنا من أيام شبابي يجيبون ماي وحطب وحجار وكذا وشي، هسه اللي صرت كبير وتعبت وما يجي مني شغل يردون ينحروني، شردت منهم يا رسول الله. فرسول الله تكفله وعرف بالبعير السايب، صار سايب في المدينة، يفتر كل مكان يروح يجي والناس تعطيه أكل، يقولون هذا البعير اللي تكفل النبي صلى الله عليه وآله. البعير عرف وين يروح، صدق كذا بالبعران تعرف أوادمها، تعرف الناس. وين صرنا يا جماعة؟ وين؟ أجيب لك